السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين يا جماعة، ده جهاز هواوي. كان كل مشكلته انه بيقفل ويفتح، تحطه على الشاحن طول ما موجود على الشاحن شغال. الطريقة بتاعته والحل بتاعه سهل وبسيط جدا. كل ما علينا ان احنا هنا في حساس هنا كده تحت الكاميرا كده جنب الكاميرا، بنفك الجهاز وبنخلع البوردة بتاعته عشان ننضف الحساس كويس يرجع يشتغل. لو انت عندك حساس تاني في اي بوردة قديمة بتقدر تغيره عادي. طبعا الموضوع سهل جدا. اي حد مش فاهم حاجة بيبدأ يسخن ويعمل على الايساهات. فالموضوع سهل مش صعب يعني. الجهاز ده كان بيشتغل اثناء الشاحن بس، وانت حاطه على الشاحن، وانت شايله من على الشاحن ما بيشتغلش. الحل بتاعه ان انت بتخلع مكان الحساس بتاعه تنضفه. زي ما انت شايف هنا اهو الجهاز اشتغل بصورة طبيعية، وتخلع الشاحن من عليه يشتغل، تفصله برضو شغال. كل ما عليك بتفك البوردة وتخلع. لو عندك حساس غيره تخلعه، ما عندكش بتبدأ تنظف مكانه. بيشتغل الجهاز بالطريقة دي.